خلصت افريقيا بالنسبه لمصر وخلاص، حلم افريقيا انتهى وخسرنا من نيجيريا وطلعنا خسرانين ومركز رابع افريقيا وخلصت الرحله. بس كل ده ما يشغلنيش ولا يشغلني الحوارات والنكش اللي حصلت ولا هتافات الجمهور المغربي ضدنا ولا ان هم بيشجعونا ولا كلام محمد علي ولا كل الحوارات دي تخصني ولا تشغلني بجنيه. هو بس سؤال واحد بس لاتحاد الكوره: ايه اللي جاي واللي ايه اللي المفروض يتم؟ لو انتوا مش عارفين ايه اللي المفروض يتم انا اقول لكم ايه المفروض يتم. عايزين خطه طويله الامد، خطه كده زي البني ادمين، نحط خطه معروفه خطواتها ايه هي، نتفرج بعيننا ايه اللي بيحصل ونطور بقى الدوري بتاعنا، نطور الناشئين ونشوف بقى الدنيا ونستكشف صح ونبقى زي البني ادمين ونعمل لنفسنا منتخب وكوره عدله، نبقى ناس بقى عندها فعلا كوره وناس بتقدم حاجه، نعمل زي بقيه المنتخبات التانية اللي كانت مش اقوى حاجه وعملوا ابجريد لنفسهم وبقوا حلوين وبقوا بيكسبونا. وبالنسبه لكابتن حسام حسن فاحنا عايزينه يكمل وعايزين الراجل يكمل معانا الرحله، لان الراجل ملوش ذنب في ان الدوري بتاعنا ضعيف ولا ان احنا ما عندناش لعيبه ولا ان لعيبتنا ميته وعندنا دوبك اتنين محترفين وربع بس. واه صحيح، مصر ما بتمثلش غير مصر بس، وانت ليه بتفشخ كل حاجه بعد ما بندافع عنك؟ الله يسامحك يا عم.